والتعجيل بتسليم السلطة لرئيس مدني منتخب. ثانيا القضاء على فكرة الخروج الآمن، فكل من تلبس بدماء المصريين لابد أن يحاسب أيا كان من هو. نحن نتكلم عن القصاص في كل جلسة عندما نتكلم عن الشهداء، والقصاص والمحاكمات لابد أن تكون غير انتقائية. كل من تلبس بدماء المصريين لابد أن يساءل وأن يحاسب وأن يحاكم. يجب إسقاط المجلس العسكري، يجب إسقاط المجلس العسكري، يجب إسقاط المجلس العسكري ورده عن إدارة شؤون البلاد. المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية تسبب في الكثير من إراقة دماء المصريين، وكل شوية بيتقال استنوا على خريطة الطريق. احنا من أول ما الشارع نزل يقول يسقط حكم العسكر، استنينا بس أسبوع استشهد 80 ولا 70 مواطن مصري. هل هنستنى لغاية 30/6 الدعوة اللي بيطلب بها المجلس العسكري عشان نفقد نص الشعب المصري قتلى؟ هل أنتم ترضون عن ذلك؟ المجلس العسكري هو الجهة التي لابد أن تسأل عن كل هذه الجرائم. المجلس العسكري تولى قيادة البلاد تنفيذيا منذ أن تنحى الرئيس السابق، وبالتالي هو الجهة التنفيذية التي لابد أن تسأل عن ذلك. لابد من التعجيل بانتخاب رئيس مدني منتخب حتى لا تستمر هذه الجرائم. لابد من مساءلة المجلس العسكري عن كل هذه الجرائم. الحكومة المصرية الآن تساءل بكامل عددها عن هذه الجريمة، ليس فقط المحافظ وليس فقط مدير الأمن، وإنما الحكومة بكامل عددها. أشكركم. النائب المحترم دكتور بهاء زياد.